السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تعالى اليوم غنشارك معكم فيديو جديد. غنشارك معكم واحد الفيديو ديال الطاجين بالصوصيص ديال لادانت. تنتمنى يلقاكم هذا الفيديو أو هاد الطاجين وتكونوا في أتم الصحة والعافية. الطاجين ديال لادانت ها هو كيفاش تيجي رائع وزوين ومعلق، وتتكون داك المريقة خضرة وتيجي لذيذ بزاف. إن شاء الله تعالى غنبداو في التحضير ديال داك الطاجين. تنشعلوا النار على الطاجين ديالنا، تندير فيه واحد المعلقه كبيره من زيت المائده، معلقه كبيره من زيت الزيتون، تندير واحد البصله متوسطه مشلضه مقطعه رقيق او مشلضه، تنضيف كذلك واحد جوج فصوص ديال الثومه مهروسين، تنزيد واحد شويه ديال الملح ونخليو داك البصله تشحر شويه. من بعد ما تشحر داك البصله شويه تنضيف واحد جوج حبات ديال الطماطم متوسطين محكوكين في الحكاكه رقيقه، تنضيف واحد المعلقه كبيره من القزبر المعدنوس، تنزيد واحد معلقه صغيره من معجون الطماطم، نقفلو على الطاجين ديالنا نخليوه يتشحر شي شويه. من بعد ما طاب داك البصله شويه وداك الريشه تناخذ واحد الفلفله كبيره حمراء مقطعه صغير وتنضيفوها على داك الطاجين. هاد الفلفله هذه الحمراء عندها واحد المذاق زوين بزاف وتتواتى مع مطيشه والبصله، تزيد تعطيها واحد المذاق زوين. تضيف واحد معلقه صغيره من سكنجبير، معلقه صغيره من الفلفل الاحمر او التحميره، تنديروا واحد نص معلقه صغيره من الكركم او الخرقوم، تنضيفوا كذلك واحد نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود او الابزار. اللي تيبغي الحار يزيد واحد شويه ديال الهريسه، تقريبا واحد نص معلقه صغيره. اللي ما تيبغيش الحار يستغنى عليه، غير هو هاد الصوصيص تيجي مع الحار. ها هو داك لاصوص وداك البصيله طابو شحروا مزيان. تناخذوا الصوصيص ديال لادانت تنقطعوه طريفات. ها هو الصوصيص ديال لادانت هو هذا، قطعناه طريفات تقريبا صغار. تنضيفو على الطاجين. ها هو من بعد ما قديناه وصيبناه في الطاجين تنضيفو عليه واحد شويه ديال المعدنوس، ها هو كيفاش تيجي مشرمل، وداك لاصوص حتى هو راه طايب مزيان حتى تيطيب داك لاصوص. تنديرو داك لادانت الصوص ديال لادانت لان الصوص ديالنا راه دغيا تيطيب. من بعد تنزيدو عليه واحد شويه، واحد قليل جدا، يبقى واحد معلقه كبيره ديال الماء تقريبا. تنديروش الماء بزاف، غير شي شويه وصافي، غير باش داك الطاجين ما يجيناش ناشف. من بعد ما تيطيب داك الطاجين ديال السوسيس تنضيفوا ليه واحد المعلقه كبيره من زيت الزيتون. وبالنسبه الا كان عندك الفرomاج ديروه من الفوق، ما كانش عندك ما ديريش. ما كانش عندك الفرomاج ديري البيض، حتى هو بالبيض تيجي زوين بزاف. انا ما بغيتش ندير البيض، درت الفرomاج ديال موتزاريلا او الفرomاج الاحمر، اي فرomاج عندك ديريه، او البيض اللي يعجبك. هو اصلا هاد الطاجين بلا ما ديري لا فرomاج لا بيض راه تيجي زوين وتيجي لذيذ بزاف.
صافي نقفلو عليه باش يذوب داك الفرomاج. ها هو من بعد ما داب وداك الطاجين وجد، ها هو كيفاش تيجي لذيذ، واحد المنظر فيه زوين، والبنه ما نعاودلكش، وداك المريقه تتجي واقفه وبنينه، رائع. هاد الطاجين تيجي لذيذ بزاف. الا عجبكم هاد الطاجين فعلوا الجرس، وان شاء الله تعالى شوفوا الموديل يكون زوين. من بعد تنديروا ليه الزيتون، هذا زيتون منزلي، اي زيتون عندك ديريه، لان الصوصيص تيجي معاه الزيتون. خطير هاد الطاجين، خطير خطير، تيجي رائع وبنين وزوين ولذيذ، وتيوجد في الدقيقه 90 دغيا تتوجديه. يعني نديرو عليه واحد شويه المعدنوس من الفوق غير للديكور. صافي حنا كملنا، هو الطواجن واجد. شتي كيفاش تيجي، واحد المنظر رائع، المذاق زوين، وما عندي ما نقول في الطاجين راه تيجي لذيذ بزاف. راه غير المنظر ديالو راه تيحكم على المذاق ديالو. نتمنى يعجبكم هاد الطاجين وتعجبكم هاد الوصفه، وتلقاكم وانتم في اتم الصحه والعافيه، وتكونوا كلكم بخير وعلى خير. يلا بصحتكم وتبقاو على خير، ومع السلامه.